السلام عليكم. اليوم غنحضر معكم واحد البريوش ساهل واقتصادي بالشكلاط ديال الدهن. غنحتاجو فيه المقادير. عندي هنا كاس ديال الماء دافي، كاس ديال الحليب دافي، كاس لارب ديال السكر سنيده، كاس لارب ديال الزيت، جوج البيضات. غنحتاج بيضه وبيض بيضه وصفر ندهن به، خميره ديال الخبز، معلقه كبيره، كيس ديال الفاني، واحد خميره، والدقيق على حسب الخليط. ومن بعد غنزيد معلقه كبيره ديال الزبده في الاخر. انا غندير معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، حلقه تكون عامره، وندير الحليب، وندير الماء عفوا، ندير الحليب، الملحه، وشويه ديال الملحه، السنيده، نخليهم واحد 5 ديال الدقائق حتى الخميره تطلق مزيان. صافي من بعد ما دازت 5 ديال الدقائق الخميره صافي هنايا راه دابت. غندير بيضه وحده كامله، وحده غندير غير الابيض، ونخلي الصفر اللي غندهن به. نزيد كاس لارب ديال الزيت، كيس فاني، ندير خميره صافي، ونبدا نخلط ونزيد الطحين بشوي بشوي. هنا الطحين على حساب الخليط. عندي هنايا 600 غرام ديال الطحين. انا دابا غنحيد هاد الفوي وغنكمل بيدي. غنجمع بيدي، خاص العجينه تكون خفيفه، ما خصهاش تكون ثقيله. العجينه من بعد ما جمعتها خاصها تجي خفيفه بزاف. عندي هنا معلقه كبيره ديال الزبده غادي ندخلها فيها هنايا. صافي غنبقى ندلك فيها بحال هكا، ندخل ديك الزبده مزيان. من بعد ما جمعتها مزيان غنخليها دابا 30 دقيقه حتى ل 35. قد ما بقات ارتاحت مزيانه غتخمر مزيان، وغنغطيها ونطلقها معكم. هنا من بعد ما خليتها خمرات 35 دقيقه حتى 40 دقيقه، كيف كتبان لكم راه خمرات مزيان، كتجي خفيفه العجينه، خفيفه مزيان. نبارك عليها يخرج داك الهواء اللي فيها داخل. صافي غادي نجمعها هكايا، غنسرحها ونشطحها ونقسمها على جوج. صافي غنشطح معايا خفيفه بزاف باش ما تلصقش لينا. غنسرحها بالمقلوب. الشكلاط ديال الدهن تكونوا مخرجينه من الثلاجه، ما يكون جامد. الا كان جامد ما غاديش يلصق لكم. صافي ونسرحها بالمدلك مزيان، نرشوا بالطحين ونسرحوا حيت العجينه خفيفه كما قلت لكم. صافي هنا غادي نجبد الشكلاط اللي غندير به. اي شكلاط كتبغيو نتوما ديروا. انا غندير هذا، ملي غطيب غادي يذوب مزيان لداخل. صافي غنسرحها عليها كامله مزيان. صافي من بعد ما سرحتها عليها كامله غنجي للكونت ونبقى نلوي بشويه بشويه هكا، نروليو بحال الشنيك. صراحه الطريقه راها ساهله اقتصاديه، تيجي زوين، تيجي خفيف، وراه كيخرج كميه كثيره. انا غيخرج لي هنا جوج ديال لاطاس ديال الفران ديالو. نقاد الجناب ديالو باش يجيني عبار واحد، يجيني نفس الحجم، ما يجيش شي كبير وشي صغير.
شوفوا ناخذ قطعه ونبدا نقطعها نفس العبارات. ندهنها بشويه زيت وترشها بالطحين باش ما يتحرقش. اللي خاص ندير الطحين صافي نبقى نحط بالوحده بالوحده. درت شويه ديال نيسكافي مع صفار البيض ومعلقه ديال الخل صافي غنتهلي الموجود ديالو. العجينه ملي عجنتها وخليتها 45 دقيقه، اكثر من ساعه، خليتها ساعه الا ربع حتى خمرت مزيان. صافي عاد سرحتها بحال هكا وغادي صايبتها بحال هذا الشكل وصافي. وغادي نكمل معكم هو الشكل ديالو من بعد ما طاب وتحمر مزيان كيف جا. كيخرج كميه كثيره. عندي لاطه اخرى مازال في الفران وهذا اللي طاب. الشكل ديالو كيجي محلول وخفيف كله عامر شكلاط. نتمنى لعجبكم. ديروا لي جيم ابوني. السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.